تونس قرية تونسية في تركيا يرفع فيها العلم التونسي إلى جانب العلم التركي، فما قصتها؟ يعود تواجد هذه القرية التونسية في تركيا إلى حرب القرم التي دارت بين سنتي 1853 و 1856 بين الإمبراطورية العثمانية، تركيا اليوم، وروسيا. وباعتبار تونس تتبع للإمبراطورية العثمانية في ذلك الوقت، ساهمت تونس بجيش قوامه 20,000 جندي للمشاركة في هذه الحرب. هنا تبرز روايتان. الرواية الأولى: الجنود الناجون ضلوا الطريق في الشتاء القارس، تاهوا بين الجبال والثلوج فاضطروا للبقاء، كونوا قرية صغيرة امتزجت بالقرى المجاورة، ولكن الدم التونسي بقي سائدا حتى اليوم. أما الرواية الثانية فيقول أهل القرية إن السلطان عثماني كرم جنود التونسيين الذين نجوا من معركة ومنحهم أرضا ليستقروا فيها، فأسسوا تونس لارا، ولا تزال بعد أكثر من قرن ونصف تحمل اسمهم وتحمل هويتهم.